عاملين ايه؟ اهلا بيكم في اكله جديده ووصفه جديده من وصفاتي. النهارده انا عامله لكم الفراخ مشويه بالزعتر والليمون والثوم. طريقه طبعا ممكن كتير منكم ما جربوهاش، بس لو جربتيها بالطريقه دي هتعجبكم ومش هتبطلوا تعملوها. شايفين عامله ازاي؟ دايبه وطريه من جوه، وممكن تعمليها في اي وقت. وصفة سهلة مش هتاخد منك وقت وبتوابل بسيطة وموجودة على الله. لذيذة انها حقا لجميلة. انا بعمل معاها مكرونة وبحب معاها بطاطس محمرة عليها كاتشب. بالهنا والشفا. تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي. المقادير بتاعتنا: معانا فرخه، معانا ليمونتين، مستردة على كاتشب، توم باودر، زعتر، فلفل اسود، باربيكيا. نخلطهم كلهم مع بعض. نخلط المكونات كلها مع بعض، طبعا المايونيز مع الكاتشب، واحط عليهم التوابل بتاعتنا. دي الخلطه اللي هنحشي بيها الفراخ. طبعا زي ما قلت لكم دي فراخ بتتبيله الزعتر والثوم والليمون. جربيها بس هتعجبك قوي. ادي الخلطه بتاعتنا، وبعدين اقسم الليمون واعصره عليها. بس كده، واقلب الخلطه كويس. واجيب الفراخ بتاعتنا طبعا بعد ما غسلناها ونقعناها هنعمل لها شقوق كده، ونحط ندعك الفرخه كويس من بره ومن جوه، واهم حاجه تحت الجلد، وهكذا لغايه ما الفرخه تخلص. بس اهم حاجه كويس اللي انت تسيبيها في التتبيله ساعتين 3. كل ما تبقى في التتبيله اكتر كل ما تبقى طعمها احلى. طبعا احنا بنجيب فراخ نعملها ازاي. دي احلى طريقه طبعا واخف طريقه تعملي بيها الفراخ. هنجيب الخلطه كلها كده، واقوم مغطياها بعد ما تبلتها كويس. اقوم مغطياها كويس واقوم حطاها في التلاجة لمدة ساعتين. بعد ما طلعت الفراخ من التلاجة بعد ما عدى ساعتين واكتر كمان، حضرت الصينية بتاعتي الصغيرة بتاعتي ديت وحطيت فيها شوية زيت، وهاخد الفراخ بنفس التتبيلة بتاعتها كده وارصها في الصينيه. نسيت ما اقول لكم انا ما بحطش ملح على التوابل، لاني انا بنقع الفرخه بملح وليمون وخل، بحط لها ملح كتير، فما برضاش احط لها ملح في التوابل بتاعتها، لان هي كده كده بتبقى متشربه من الخلطه اللي انا بعملها لها. وارصها قد فرخه بالظبط. انا بعمل طبعا الكميه اللي على قدنا، انت ممكن تعملي الكميه على حسب عددكم، فرخه ونص، فرختين، على حسب العدد اللي انت عايزاه. جاز لمده ربع ساعه على بال طبعا ما تستوي. هعمل جنبها شويه مكرونه محمره بالصلصه. افضل تاخد لون كده من تحت، اقوم مقلباها
طبعا انا مش هسيبها على البوتاجاز كتير، هي شويه وبعدين هدخلها على الفرن. بس انا بحب طبعا اخليها تاخد لون كده من فوق. شايفين لونها والطعم بقى ما اقولكوش، جربوها وهتدعولي كده. بصوا يا حبايبي، دي بعد ما استوت شويه على البوتاجاز هقلبها واحطها في الفرن. هي دي كده استوت نص سوا، وبعدين احطها في الفرن تكمل سواها. انا مولعاها طبعا من قبلها على الشبكه.